يعني مثلا يبدأ يستخرج الكوكيز وبعد كده يدور على الكوكيز المرتبطة مثلا بالفيسبوك أو أي دومين احنا بنحدده، بعدين يبعت لنا الكوكيز دي في رسالة على الإيميل بتاعنا. بعد كده احنا بناخد الكوكيز دي وبنحطها في المتصفح بتاعنا، ومن خلال الكوكيز دي نقدر ندخل بقى على الحساب الفيسبوك بتاعه أو أي حساب تاني. ده الكوكي دوت نيم، وده الكوكي دوت فاليو، وده الكوكي دوت دومين. هيبدأ بقى ايه يستخرج لك الملفات بتاعة ال exe. هتلاقي ادي الكوكيز اتبعتت لك، الكوكيز نيم وجنبها الكوكيز فاليو. كده خلصنا. لو دوسنا ريفرش هتلاقينا ان احنا دخلنا على الاكونت بدون استخدام الباسورد وبدون استخدام المصادقة الثانية. برحب بيك في فيديو جديد في القناة، وفي الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل برنامج بامتداد ال exe، ولما بنزرعه في جهاز الضحية او التارجت يبدأ يشتغل في انه يستخرج الكوكيز من المتصفح ويبعت لنا كوكيز معينة لدومين معين من خلال الايميل بتاعنا. يعني مثلا يبدأ يستخرج الكوكيز وبعد كده يدور على الكوكيز المرتبطة مثلا بالفيسبوك أو أي دومين احنا بنحدده، بعدين يبعت لنا الكوكيز دي في رسالة على الإيميل بتاعنا. بعد كده احنا بناخد الكوكيز دي وبنحطها في المتصفح بتاعنا، ومن خلال الكوكيز دي نقدر ندخل بقى على الحساب الفيسبوك بتاعه أو أي حساب تاني احنا سحبنا أي حساب تاني احنا ساحبين الكوكيز منه بدون استخدام اليوزر نيم او الباسورد، او حتى بدون ان احنا بنتعرض للمصادقة الثانية. فخلينا نبدأ بشرح الكود وازاي بنعدل فيه عشان نستخرج الكوكيز اللي احنا عاوزينها، ونعدل في الايميل اللي هيتبعت عليه الكوكيز. اول حاجة السكريبت بتاعنا من نوع بايثون، مكتوب بنوع بايثون. اول حاجة انت بتمبورت للمكتبات دي. طبعا انا هسيب لك الكود كمان في على جيت هاب عشان تبقى تنزله. فانت هتثبت المكتبات دي، تقريبا كلهم متثبتين باي ديفولت ما عدا المكتبة دي. هتعمل بس في الكوماند لاين بيب انستول واسم المكتبة، او لما تكتب الاسم المكتبة ده تكتبه على جوجل بيديك اسم المكتبة. ممكن يكون مكتوبة باسم مختلف عن دي، بس اعتقد انك انت بتسطبها مباشر عن طريق البيب انستول واسم المكتبة على طول. تمام. الكود بتاعنا او البرنامج بتاعنا بيتكون من 2 فانكشن رئيسيين. اول فانكشن انك انت بتجيت الكوكيز فروم دومين، انك انت بتبعت له الدومين مثلا اذا كان مثلا الفيسبوك. ففي الفانكشن دي بقى تفتح لك ايه ديكشنري كده باسم الكوك. الديكشنري دي احنا اللي هنحفظ فيها اسماء الكوكيز والفاليو بتاعتها. تمام. بعد كده احنا بنعمل دمب للكوكيز الموجودة في المتصفح كروم. طبعا انت ممكن تعدي على متصفح كروم وتخليه مثلا فايرفوكس، حاجة زي كده مثلا. شوف ايه اكتر متصفح بيشغال او اكتر متصفح شعبي. اعتقد اللي هو الكروم، فاحنا هنثبته على الكروم. تمام. بعد كده بنعمل فور لوب. احنا بندور دلوقتي على الكوكي. كل كوكي تتكون من 3 حاجات رئيسيين: الكوكي دوت دومين، الكوكي دوت نيم، الكوكي دوت فاليو. يعني ازاي؟ خلينا مثلا ندخل على فيسبوك مثلا. فمثلا هنا لو دوس احنا عندنا ايه عندنا الاستكنشن دي موجودة في جوجل كروم. هي بس ايه بتستخرج لك الكوكيز. انا بس عاوز اشرح عليها حاجة معينة. تمام. شايف ادي ده الكوكي دوت دومين. تمام. وده الكوكي دوت فاليو، وده الاسم بتاعها. يعني مثلا احنا لو دخلنا على اليوزر ده الكوكي دوت نيم، وده الكوكي دوت فاليو، وده الكوكي دوت دومين.
فاحنا لما بنيجي بندور بنشوف بقى الدومين اللي احنا بندور عليه اللي هو فيسبوك، هنقول هل الكوكي دي او الكوكي دوت دومين بتاعها هو بيساوي الفيسبوك اللي احنا بندور عليه. لو ايوه فانت خلاص حط لي في الديكشنري اللي احنا عرفناه فوق اللي هو ديكشنري فاضي، بتاخد القيمة دي اللي هي كوكي دوت نيمين كوكي دوت نيم، وبتساويها او بتضيف عليها الكوكي دوت فاليو. هتعدي عليهم طبعا، هتجيب كل الكوكي دومين الخاصين بالفيسبوك، وكمان هتجيب كل الكوكي دوت نيم والفاليو بتاعتهم وتخزنهم في ديكشنري. تمام. بعد كده لما بقى نستخرج كل الكوكي نيم والفاليو بتاعتها الخاصين مثلا بالدومين بتاع الفيسبوك، بيعملنا ريتيرن للكوك دي. تمام. دي الفانكشن الاولانيه. الفانكشن التانية برضو بتاخد الدومين، وهنا بتاخد الايميل بتاعك وادي الباسورد. بس الباسورد اللي هنا اللي هتاخده مش الباسورد بتاعك اللي انت عارفه او اللي انت بتستخدمه دايما، لا، في طريقة كده او في باسوردات معينة انت بتعملها تسمح لك انك انت بتستخدم البروتوكول او الدومين بتاع ال SMTP. تمام. فانت لازم تعمل باسورد عشان نشتغل على الخدمة دي. بس هنعملها ازاي؟ هنروح للمتصفح ونشوف الطريقة دلوقتي ازاي. انت بقى عشان تحصل على الباسورد الخاص بيك اللي انت هتستخدمه في البرنامج بتاعنا، هتحفظ بس ال URL ده حرف اليو والرقم. ممكن تلاقيه عندك مثلا 0، ممكن تلاقيه 1، ممكن تلاقي حرف اليو ده مختلف معاك. اهم حاجة تحفظ الاتنين دول اللي جايين بعد الميل شكلهم ازاي. تمام. وبعدين تدخل على اعدادات الحساب، هتمسح كله ده وهتكتب الحرف اللي انا قلت لك احفظه مع رقم، وبعدين تدوس على اب باسورد. تمام. وتدوس يس. هتكتب كلمة المرور بتاعتك، بعد ما دخلنا على الاكونت هتعمل ايه؟ تعمل حاجة هنا اسمها جهاز، وبعدين تدوس على اخرى، مثلا تسميه اي حاجة مثلا كوكي، وتدوس انشاء. هتاخد الباسورد ده زي ما هو كده، تعمل له كوبي، وبعدين تحطه في الليست لحد ما احنا نروح البرنامج ونستخدمه. تمام. بعد ما جبنا بقى ايه الفاليو بتاعتنا، ناخد الباسورد ده وندوس كوبي، وبعدين نطبعه هنا. الايميل مين الايميل بتاعك؟ هتحط الايميل بتاعك، هتبعته لمين بقى؟ برضه هتبعته لنفسك. تمام. هتبعته الايميل هو بتاعك انت، تبعته لنفسك. وبعدين السبجكت او العنوان بيكون الدومين زائد كوكي، عشان يجي لك كده عنوان الايميل بيقول لك مثلا ايه فيسبوك كوكيز مثلا، او يوتيوب كوكيز، حاجه زي كده. وبعدين المسج او الرساله اللي هتتبعت لك هي الطالع من الفانكشن اللي احنا بنجيب منها الدومين اللي هي الكوك دي، فالكوك دي هتبعتها في المسج. تمام. وده طبعا المكتبة اللي احنا استدعناها فوق، بنكتب فيها البيانات دي، بنكتب فيها برضو تاني نفس البيانات. هي المسؤولة ان هي بتعمل لك الايميل، او بتعمل لك الفورم بتاع الايميل، شكل الايميل. وبعدين تعمل اتصال بال SSL عشان يبقى مشفر، وبعدين تتصل
بالموقع بتاع ال smtm.gmail، وبعدين لما بتتصل بيه انت بتلوجن بقى بالايميل بتاعك والباسورد اللي احنا جبناه، وبعدين بتبعت الايميل والكونتنت بتاع الايميل. تمام، يعني انت بتدخل على الايميل، ودي اللي بتبعت الايميل او بتبعت الرسالة بتاعتك. اوكي، هنا بعدين تعمل ال while true. هنستدعي المكتبة فيها يوتيوب وفيها الميل دوت كوم. احنا بس عشان التجربة هنخليها ايه، فيسبوك بس، وهنطلع الملف ال exe. هنطلعه ازاي؟ هندوس على علامة التيرمينال، او ممكن برضو من الكوماند لاين هندوس على باي انستول لايف، وتكتب اسم الملف بتاعك اللي هو في حالتنا test.by. بعدين بتطلعه في one فايل بس، one فايل، وتقول له no console عشان ما يفتحش قدامه الكونسول. بالشكل ده. ممكن كمان تحدد النيم، تقول له مثلا النيم بيساوي مثلا ماي اب بالشكل ده، ودوس على انتر. هيبدأ بقى ايه يستخرج لك الملفات بتاعة ال exe. هو كده بيطلع الملف اللي اخره exe عشان تقدر تشغله على اي جهاز ويندوز، بس يفضل يكون ويندوز 10. انا مجربتوش على ويندوز 11، طبعا على ويندوز 7 البرنامج مش هيشتغل معاك، فاحسن حاجة اللي انا مجربها هو انه يشتغل على ويندوز 10. تمام، هنا كده بيقول لك completely successful. حلو أوي. نفس الفولدر اللي موجود فيه البرنامج بتاعك زي مثلا اللي هو تيست، هتلاقيه برضو هنا في الملف أنشأ لك فولدر تاني باسم الديست أو 3 فولدرات تاني. اللي يهمنا فيه الملف اللي اسمه ديست، هتضغط عليه هتلاقي ادي الملف بتاعك ب myapp.exe. تمام، احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي الهدف ان احنا هنخترق الاكونت ده. طبعا الاكونت ده انا لسه عامله دلوقتي، وليه الكوكيز بتاعته اسمه هاك مي. ده الايميل بتاعنا اللي احنا هنستلم عليه الكوكيز. في الجانب التاني بقى احنا هنجرب الكوكيز على متصفح مختلف خالص، وكمان هنشغل ال VPN عشان احنا بس بنشوف هل الكوكيز دي ممكن تشتغل على متصفح مختلف، وهل كمان ممكن تشتغل على اي بي مختلف، يعني جهاز مختلف خالص ومش على الشبكة بتاعتك. هل الكوكيز ليها علاقة بكده ولا لا؟ فانت مثلا تدوس على ستار. احنا كده واخدين او متصلين بسيرفر بتاع سنغافور باين. بالظبط كده. لو احنا مثلا نشوف كان يو سي مي عشان نشوف الاي بي معانا فعلا اتغير ولا مش قوي. بالظبط، احنا كده واخدين اي بي من السيرفر بتاع سنغافور. اوكي، حلو خالص. احنا بقى نتعامل كالضحية وهندوس على الملف، هتلاقيه ما بيحصلش حاجة ولا بيفتح ولا اي حاجة، تلاقيه بس علامة الدايرة دي وخلاص كده. لو فتحنا الجيميل وهنستنى طبعا الرسالة اللي هتوصل لنا معمولة
او فيها الكوكيز بالظبط. لو فتحت كده، خلينا نفتح الجهاز، هتلاقي ادي الكوكيز اتبعتت لك، الكوكيز نيم وجنبها الكوكيز فاليو. انت هتعمل ايه بقى؟ هناخد كله ده كوبي وهنقولها مثلا في النوت باد، ونبدأ نفصلهم. تمام. كل علامة كوما دوس على انتر. تمام بالظبط كده. انا طبعا هصيع الفيديو. اوكي احنا خلاص كده. هتلاقيه كل احنا عملنا الوايل لوب. تمام، عملنا الوايل لوب تقريبا 60 ثانية. احنا بنعمل التايم دوت سليب 60 ثانية. 60 ثانية تقريبا ب10 دقايق، يعني كل 10 دقايق بيبعت لك الكوكيز. تمام. خلاص احنا مش عاوزين المتصفح ده. هندخل بقى ايه على المتصفح الفايرفوكس، وهندوس على F12. طبعا الطريقة دي متعبة شوية، ان احنا هنمسح كل الفاليو دي، وبعدين ندوس على اد، ونبدأ ننقل الفاليو دي واحدة واحدة. طبعا مش هتنقل معاهم السنجل كود. تمام بالشكل ده. هصيع الفيديو. تمام كده خلصنا. لو دوسنا ريفريش، هتلاقينا ان احنا دخلنا على الاكونت بدون استخدام الباسورد وبدون استخدام المصادقة الثانية، كمان على اي بي مختلف وعلى متصفح مختلف. طبعا نظام التشغيل ويندوز، فكلنا عندنا ويندوز، فالحاجات دي مختلفتش جدا. تمام، بس هي كده كانت الأداة. أنا هسيب لكم رابط السكريبت على جيت هاب في الديسكريبشن، وانت بقى تعدل عليه على حسب ما انت عاوز. فشكرا جدا، واتمنى يعني انك انت متستخدمش الطريقة دي في انك انت تأذي حد او تسبب اثر نفسي لحد.